في طريقة تخلي أي حد يفكر فيك طول الوقت حتى لو حاول ينساك. والغريب إنك ممكن تكون بتعملها من غير ما تأخذ بالك. مش كل حاجة بتتقال بتتنسي. في حاجات بتفضل معلقة، مش في الكلام، في الفراغ اللي بينه. بتلاقي نفسك فجأة بتفكر في شخص، مش عشان قال حاجة مهمة، بس عشان سب حاجة ناقصة. جملة ما كمهاش، نظرة ما فسهاش، حضور اختفى فجأة. ببساطة العقل البشري بيكره الفراغ، بيحاول يملاه بأي حاجة، حتى لو بأسئلة ملهاش إجابة. وعشان كده أقوى تأثير ممكن تعمله إنك مش تملاه. كل ما كنت متاح طول الوقت، كل ما بقيت عادي، وكل ما سبت مساحة، كل ما بدأت تبان. مش لازم تختفي، بس مش لازم تبقى دائما موجود. فيه إيقاع كده، مرة قريب ومرة بعيد شوي. مش لعب، ده فهم. لما بترد بسرعة دايما العقل بيرتاح، ولما بيرتاح بيفقد الاهتمام. لكن لما في شوية غموض، شوية تأخير بسيط، العقل بيصحى. بيبدأ يفكر، هو ليه؟ هو قصده إيه؟ هو فين؟ ومن غير ما يحس بيبدأ يرجع لك. مش عشان أنت الأهم، لكن عشان أنت مش واضح بالكامل. وفيه حاجة أهم، مش كل الصراحة مفيدة. لما تقول كل حاجة مفيش حاجة تفضل. لكن لما تسيب جزء، العقل هو اللي يكمله. وده أخطر بكتير، لأن الشخص مش بس بيسمعك، هو بيشارك في بنائك. شوية منك وشوية من خياله. وهنا التعلق بيبدأ. مش حب ولا اختيار واعي، عادة إن عقله يرجع لك من غير سبب واضح، لأنه متعود إن في حاجة ناقصة عندك وحابب يكملها. ببساطة كده، الناس مش بتتعلق بالناس. اللي يبدي كل حاجة بتتعلق باللي بيخليهم يفكروا، باللي سايب أثر مش تفسير. ومع الوقت وجودك بيبقى إحساس، وغيابك سؤال. ومن غير ما تطلب بيرجع. مش عشان ينهي العلاقة، عشان ينهي الفراغ. فكر فيها كده، إيه الحاجة اللي بتسيبها وراك؟ كلام ولا أثر؟ لأن الفرق بينهم هو الفرق بين حد بيتنسي وحد بيتفكر فيه كل يوم. لو الكلام لمس حاجة جواك اشترك، لسهم فيه طبقات أعمق مستنياك.